السلام عليكم متتبعي مغاربة الوحدة الترابية. الله يرحم الأموات ويشافي على اللي باقي على قيد الحياة، والله يلطف بينا. جيت نهضر على الجزائريين اللي كيشمتوا في هذه الفاجعة التي ألمت ببلادنا. والله العظيم ما خصناش نهضروا، ولكن أن هذا الشيء بلغ فيه السيل الزوبة، ان لدرجة الوقاحة انهم يجيو حتى للحدود ويجيبوا فرق غنائية للاحتفال بهذه الفاجعة هذه امام ناس من الضفة الاخرى على الحدود الاخرى، اللي كيقولوا انهم عائلاتهم وانهم مشاركين معهم الدم وان عندهم نسوبية ومصاهرة. هناك اخت هنا واخ هناك واب هنا وام هناك. هادشي بزاف. اما الجزائريين ديال لي ريزو سوسيو، سؤال، هذا سؤال يراودني وسؤال يتبادر في الاذهان ديالي، ما لقيتش ليه جواب. هل فعلا هاد الناس من بني البشر؟ حينما ترى اليهود يصلون لهذه الفاجعة، اليهود يصلون لهذه الفاجعة، وترى الهندوس الذين يعبدون الأصنام اعتقادا منهم أنها آلهة أو أنها إله، يصلون حسب معتقداتهم لهذه الفاجعة. والمسيح، وترى ربما شفت الراهبات اللواتي تبرعن بالدم في مدينة طنجة، ويهود عبر العالم تبرعوا بالدم لضحايا الزلزال في المغرب. وترى جزائريين يشمتون ويطلبون أكثر من هذا، ويقولون أن ما وقع ربما لم يحقق نزواتهم ومرضهم تجاه المملكة المغربية. أنا ربما هذا ينطبق على ما جاء في بيان الرئاسة الجمهورية الجزائرية، هو نفس الحقد ونفس الغل. صحيح كاينين جزائريين هما إخوة، كاينين جزائريين اللي نحترمهم نقدرهم، قالوا كلمة حق، قدموا العزاء للمغاربة، هذا لا نختلف فيه. ولكن أن الغالبية الساحقة أنها مبسوطة، وأنها من فتح، هناك من ذهب لفتح بثوث بالزغاريد وبالموسيقى، وهناك من يتهجم في التعاليق، وهناك من يطلع لبثوث مغاربة تقدم التعازي والتضامن ليفسد هذه البثوث. كثير هذا الشيء هذا، والله ألمني بزاف. كنتمنى أن المغاربة يستوعبوا الدرس، لأن المغاربة هما من واحد الطينة كينساو دغيا، والحنان والإنسانية أنها بس خليهم ينساو هادشي هذا دغيا. فكنظن هادشي أنا مخصوش يمر مرور الكرام، وخصو حساب وخصو عقاب. هاد الحساب وهاد العقاب خصو يكون تجاه كل جزائري يحمل جواز السفر والجنسية الجزائرية. انتهى الكلام في هذا الباب، لأنني شفت ردة الفعل ديال الإخوة العرب تجاه هاد الجزائريين، واللي كانت ردة فعل ربما فيها كثير من الاستغراب، وكانت ردة فعل قوية على ما كيديروا. فبهذه المناسبة شكرا للأشقاء في تونس اللي صراحة داروا فيديوهات ردوا فيها على هاد الكلاب هادو وهاد المخلوقات وهاد الكائنات الفضائية، وردوا بعنف وردوا بقوة. وهنا كنلمسوا إنسانية الإخوة في تونس، كما هو الحال مع الإخوة سواء في مصر، في سوريا، في لبنان، في فلسطين، في الإمارات، في السعودية، في البحرين. وكثير من الفيديوهات اللي مرت أمامي وكنشوف أن الإخوان كانوا كيردوا بانفعال. فشكرا لكم على هذا التضامن، شكرا على وقوفكم معنا في هذه المحنة، أو وقوفكم بجانبنا في هذه المحنة. ربما لا نحتاج أن يكون الرد بتلك القساوة، ولكن ما نحتاج هو أن توظفوا مواقفكم وقنواتكم وصفحاتكم لكي يعلم كل العرب مع من حشرنا الله في الجوار. هذا اللي غادي نقدر نقول. نقطة أخرى، وأنا كنت في أتقداو ديال عين السبع،
حاليا جيت من أتقداو ديال عين السبع. ما شاء الله تبارك الرحمن، تكافل المغاربة، تضامن المغاربة في هذه المحنة هذه. راه كاين واحد السطوري حطيتو لكم ديال عدد الشاحنات والسيارات الكبرى المحملة. الناس أتقداو ممتلئ من الداخل، الرفوف أصبحت شبه فارغة، والناس كتنتظر على برا باش ترسل المساعدات، كتقدى. وهذه نداء للاخوان اللي مازال ربما بغا يصيفطوا مساعدات وباقيين ما عرفوش انك تمشي لاتقداو. لا، السيارات موجودين، الكاميوات موجودين او الشاحنات، انك يكفي تقدى ديك البركه اللي غتقدى كتخرجها لاقرب سياره ولا اقرب ترونسبور متجه. راه كاينين مديرين لي بوند وكاينين جمعيات كتاطر هذا الشيء هذا اللي مشكورين. وتحط المعاونات ديالك ولا المساعدات ديالك غتوصل في حفظ الله وامانه للمتضررين. هذا كيشمل ربوع المملكه. هذه هي المغربيه الحقيقيه، هذا هو التكافل، هذا هو التضامن. هذا علاش ما طلبناش مساعدات. غادي نرجع وغادي نتكلم على فرق الانقاذ اللي وصلت للمغرب وباشرت الاعمال ديالها. واللي كان اول فريق وصل للمملكه المغربيه هو الفريق الايطالي. كاينين بزاف ديال الدول، قطر، اسرائيل، المانيا، تونس، بزاف ديال الدول اللي غادي نرجعوا غادي نطرقوا لها في فيديو خاص. ولكن انا اللي جابني هو هاد الكراغله اللي كيشمتوا في المغرب. غادي نختم بقول كلمه ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. السلام عليكم